لو عايزة تخططي صح في فلوسك، اسمعيني كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن مواضيع تخص التوفير والوعي في الصرف. احنا اتكلمنا قبل كده عن توفير ال10 جنيه اليومية، واتكلمنا عن الشراء العاطفي. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة بنقع فيها كلنا، وهي إننا بنشتري حاجات وهي أصلا موجودة عندنا في البيت. يعني مثلا ست الكل تنزل تجيب كوبايات، وهي عندها نيش مليان كوبايات. تنزل تجيب أطباق، وعندها طقم صيني وطقم ميلامين وطقم اللي مش عارف إيه. طب ليه؟ ليه ما نستخدم اللي عندنا؟ الوعي هنا مهم جدا. قبل ما تشتري أي حاجة، لف في البيت الأول، شوفي إيه موجود، وبعدين اشتري النواقص بس. الزيادة ما تشتريهاش إلا لو مضطرة. عندك عزومة كبيرة، ماشي. ظرف طارئ، تمام. غير كده، امشي بالموجود. وبرضو عايز أقول حاجة مهمة. انتي ست وعايزة تفرحي نفسك، وده حقك. بس ما تجيبيش كله مرة واحدة. يعني مش كل ما تقبضي جمعية 5000 جنيه تنزلي تجيبي بيهم سجاد أو ستاير. ظروفك تقبل بكده، ماشي. الدنيا مبحبحة ومش محتاجة الفلوس، خلاص يا ستي هاتي. لكن لو وراكي مسؤوليات، عيال في مدارس، في جامعة، مصاريف، أكل وشرب ودروس، لأ، كل جنيه أولى بيه. طيب نعمل إيه؟ حوشي. حوشي بوعي. عايزة تجيبي شقة؟ سنة ورا سنة ممكن تعملي مبلغ وتدفعيه مقدم. عندك بنت هتتجوز؟ اعملي لها دفتر توفير، أو حوشي لها مبلغ، أو قطعة ذهب، بدل ما الفلوس تروح في حاجات مش ضرورية. وكمان بقى، مش كل ما تكوني مخنوقة تقولي أنا مش هطبخ، هنجيب كشري. والكشري ممكن يتعمل في البيت بسهولة، وأوفر وأنضف. ابنك يقولك يا ماما عايزين شيبسي، ممكن تعمليه في البيت. سكينة سخنة، بطاطس متقطعة رفيع، والدنيا تمشي. أنا شفت ده بعيني مع أمي ومع أختي. مش إلا ولا حرمان، ده حرص. ولو عندك أطفال، اعملي فشار، هاتي ألوان، خليهم يحبوه ويبقوا مبسوطين. والوعي هو اللي بيخلي الفلوس تكفي. الكلمة للبنات اللي تشتري إكسسوارات باستمرار، بتشتري برفانات، بتشتري هدوم، وهي أصلاً مش محتاجة هدوم. بعدين تيجي آخر الشهر تقول أنا ناقصني حاجات كتير، أساسيات البيت، وكل شهر على ده الحال. لأ، عايزة القرش؟ سيبك من ده كله. هاتي في المناسبات فقط، أو هاتي مثلاً قطعة واحدة كل شهرين، علشان الحاجة عندك ومش محتاجة. بس هنمشيها دلع حبتين. وعايز أقول حاجة عن المرتب. الخلاصة بقى، انت قبضتي مرتب جوزك؟ قبل ما توزعي أي حاجة، شيلي مبلغ على جنب، حتى لو 200 جنيه. نازلة السوق، ما تاخديش فلوس كتير، خدي على قد اللي مكتوب في إيدك بالظبط. لأن الحقيقة، مهما قلتي كل حاجة موجودة في البيت، لو معاكي فلوس زيادة هتتصرف. اكتبي انت محتاجة ايه، وخدي فلوس على قد الاحتياج، وزودي مبلغ بسيط للطوارئ وبس. التوفير مش حرمان، التوفير وعي. والوعي هو اللي بيخلي الفلوس تكفي، حتى لو الدخل على قده.